السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله هكا تكونوا ملاح وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. كيما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم خبز تاع الدار بزاف هايل، يجي قطن. نبداو على بركه الله. المقادير بزاف سهلين ويجي بزاف بنين. عندي هنايا كاس تاع حليب دافي، دو بريفيرونس يكون دافي باش كيما نقولوا يخمر لكم تمتم. حبه بيض، نسحقوا غير البياض، الصفر نخلوه باش ندهنوا به الوجه تاع الخبز تاعنا. كيما قلت لكم هذا الخبز يندار في وقفه، ساهل ماهل ما فيهش التعب ويجي بزاف بنين. هنا نديرو الخميره تاع الخبز، درت مغرفه كبيره. نزيدو تانيك السكر، تانيك واحد المغرفه، ما ديروهاش كبيره بزاف يعني ماشي معمره بزاف. نخلطو هكايا باش برك يمتزجوا هادو المكونات. دوك هنايا نزيدو الزيت، 4 كاس. انا هنا درت زيت زيتون. حقيقة جربته مع الاول بزيت سونغو، جاب بنين. ومن بعد كان كيعجبني بزاف، مع ان العائله تاعي يحبوا الحق زيت زيتون، صافي درت زيت زيتون. مي تقدروا تعوضوه بالزيت عادي نورمال، زيت نباتي. كيما قلت لكم 4 كاس تاع الزيت. وهنا عندي الفارينه. بون الملح ما نساوهش، تحبوا ديروه مع الفارينه ديروه. تاني نخلط. وهنا درت زرارع، درت حبه حلاوه، ونورمالمون درت السانوج. فوالا، تحبي ديريهم تحبي ما ديريهمش، هذه كيما نقولوا اختياريه. نجوزو لهنايا ندير كاس تاع فرينه، الكاس الاول نخلط. نخلطوه مليح مليح هنايا حتى نحو كاع هذاك الحبيبات. ونزيدو هنا نص كاس، نبداو بكاس ونص. هذا مكان هي الكميه الكميه تاع الفارينه كامل تكون 2 كيسان ونص. بصح نبداو هكا. راكو تشوفوا كيفاش راني نخبط في هذاك الخليط تاعي. نديرو كاس ونص الاولى، نخبط مليح الخليط تاعي 1 دقيقه ولا دقيقتين. ومن بعد نزيد الكاس الثاني. سما مجمل كامل، مجمل القول كما يقولوا، يجو 2 كيسان ونص. فوالا كيما راكو تشوفوا. هنا من بعد من الاحسن تبداي تخلطي بيدك خير، باسكو الخليط يبدا يتقال شويه. شوفوا انا الكاس الدوزيام هذاك درتوه غير بشويه. وهنا نسيت روحي انايا كملت بالفوي، سينو نواسي غير بيديا ولا بالمغرفه. تحكمي المغرفه وتبداي تخبطي به، تخبطي بها هذاك الخليط. شوفوا كيفاش ولا هنايا. هنا زدت كيما شفتوا كنت ندير غير بشويه. في الكاس الثاني هذا كي نديروا مع الاول كاس ونص ومن بعد نروحوا للكاس الثاني، كاين فارينه كيما نقولوا لي تشرب، كاين لا لا. انا مع الاول كنت ماشي نكمل هذاك 4 كاس اللي قاعد لي، مي كملته خاطش لازم القوام تاعها يكون هكايا، ماشي جاري بزاف وماشي كيما نقولوا محكومه بزاف. شوفوا كيفاش تجي. ونخبطها غير بالمغرفه هاكو تشوفوا. نورمالمون هاد الطريقه كي نديروا الكاس الثاني تاع الفارينه، مي انا شغل نسيت، كملت بهذاك الفوي. هنا واش نجي ندير، نغطيها بصاشي ونزيد لها بطرشونه ونخليها تخمر. يعني ما كاش اسهل من هذا الخبز، وقلت لكم يجي بزاف بنين، يجي قطن. انا ولا غدرت هذيك السنيوه الاولى كلاوها تمتم سلامتهم بصحتهم على كل حال.
فوالا هنايا وخمر لي. نعاود نروح هنا بالزيت ندهن المول ديالي ونحي هذيك لاباط كامل نحطها في هذاك المول. كما راكم تشوفوا لاباط تجي خفيفه يعني تتلاصق في اليدين. انت عاوني روحك غير بالزيت. ندير الزيت في يديا ونهبطها. كما قلت لكم هاد الوصفات السهله اللي نديروهم في رمضان. وهنا كما راكم تشوفوا راني ندير الاشكال اللي تحبي تخليها هكاك، تحبي ديريها كاشكال، واش حبيتي ديري. الفرن ديالكم مع الاول تشعلوه يكون 180 درجه ومن بعد تنقصوه نقولوا حتى لواحد 170 160 وتخلوه يطيب بغردو. هنا بصح انا دوك ندهنوا بالصفر تاع البيضه هذيك اللي خليته ونزيد له الزرارع من الفوق ونخليه يزيد يعاود يخمر الخمره الثانيه. عطولو غردو باش يخمر باش يخرج لكم هكاك خفيف. تحبي ديري له الجلجلان يجي تانيك بزاف هايل بالجلجلان. فوالا دهنتو كامل. تحبوا تزيدوا الصفر تاع البيض شويه تاع الحليب تانيك. وهنا كنت تشوفوا درت الزرارع كيما درتهم داخل لاباط زدت درتهم دوكا. كيما قلت لكم نخليه يخمر الخمره الثانيه ونحطو يطيب. هنا راكم تشوفوا بعد ما خمر لي ندخلو للفور باش يطيب ودوك تشوفوه كيفاش طابلي. اي فوالا شهيتكم في الجنه ان شاء الله حباباتي. كيما راكم تشوفوا طاب قطن بزاف هايل. هنا قسمته لكم شوفوا كيفاش خرج. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. ما تنساوش لا عجبتكم لا غوسات جربوها واكتبوا لي في لي كومونتير. مع السلامه.